برحب بحضرتك يا استاذ احمد. اهلا وسهلا بحضرتك وبالساده المشاهدين الكرام. استاذ احمد، لما نيجي نتكلم على الملف الليبي وهو من الملفات الهامه جدا اقليميا، بنشوف ان في مصر ليها دور محوري في هذا التوقيت، وفي رضا تام كمان من الجانب الليبي. انا عايزك توصف للساده المشاهدين المشهد. هو طبعا احنا في البدايه طبعا اسمح لي ان احنا نؤكد انه للاسف الشديد الازمه الليبيه هي ازمه تشابكت كثيرا ودخلت في دائره تعقيدات بسبب حاله الانقسام بين الاطراف الداخليه وحاله الخلاف الدائم المستمر منذ 2014 وبعد احداث 2011، ثم تفاقمت هذه الازمه الى ان اصبح في الوضع في ليبيا كارثي وانساني صعب جدا على كافه المستويات، سواء المستويات السياسيه او المستويات الاقتصاديه. لكن خلينا نتكلم عن الوضع بشكل عام. سياسيا انت امام حكومتين في ليبيا، حكومه عبد الحميد دبيبه الوحده الوطنيه وحكومه فتحي بشارة، وهذا امر طبعا في حد ذاته يعكس مدى تأزم الاوضاع في ليبيا الان. ايضا امام اختلاف حول عدد كثير جدا من الملفات ومن الامور اللي هي خاصه بالاتفاق حول القاعده الدستوريه من ناحيه، او مسار الانتخابات البرلمانيه والرئاسيه في ليبيا من ناحيه ثانيه، او التوافق والتقارب بين الاطراف الداخليه وعناصر القوى الفاعله في الحل السياسي او الحل الليبي. وده يكشف لنا جميعا انه الوضع في ليبيا وضع صعب جدا، لكن دور القاهره زي ما حضرتك تفضلت هو دور محوري، باعتبار ان ليبيا جزء من الامن القومي المصري والامن القومي العربي، وبالتالي كان لها دور كبير جدا خلال السنوات الماضيه. شفنا قد ايه دعم مصر ودعم السياسه الخارجيه المصريه للدوله الليبيه بان يكون الحل ليبي بعيدا عن تفاعل القوى الاجنبيه او القوى الخارجيه. وشفنا قد ايه استضافت مصر كم مره من الاخوه والاشقاء في ليبيا هنا في القاهره لعقد جلسات من التصالح وجلسات من التشاور، جلسات من التقارب، للوصول في النهايه الى مسار سياسي او الى حل سياسي ينهي الازمه وينهي الاشكاليه في ليبيا. وبالتالي دور القاهره معلوم ومعروف للعالم كله من خلال الوساطه المحوريه، والدور اللي هو دائما يرتكز على عده مرتكزات اساسيه، وده وفقا للسياسه الخارجيه او سياسه مصر الخارجيه اللي هي دائما تدعم التعاون والاحترام المتبادل، وكمان تدعم تعزيز العمل المشترك، وترفض رفضا تاما للتدخلات الاجنبيه او التدخلات الخارجيه في شؤون الدول، بالاضافه الى رفضها القاطع لوجود الميليشيات والقوات المرتزقه والقوات الاجنبيه. لان حضرتك ببساطه شديده جدا تأزم الوضع في ليبيا يرجع لسببين اثنين، او السبب الاول يا فندم هو وجود ميليشيات تحمل السلاح، والسبب الثاني هو السماح لوجود مرتزقه وقوات اجنبيه ايضا اصبح لها دور فاعل في الوضع الليبي سياسيا واقتصاديا. وبالتالي حضرتك لما تيجي تتكلم عن فكره الدوله الوطنيه ما ينفعش تتكلم على الا من خلال اول حاجه توحيد القوى العسكريه. توحيد القوى العسكريه لا ياتي الا من خلال العمل يا فندم على لازم يكون في مبادئ وفي اتفاق حتى تستجيب القوى العسكريه المختلفه. ده صحيح. احنا في لجنه العمل المشتركه اللي هي 5+5، دي لجنه مهمتها الاساسيه توحيد كل القوات العسكريه في ليبيا وحل الميليشيات العسكريه واعلاء القوه العسكريه الوطنيه، بحيث ان احنا يبقى امام جيش وطني واحد هو الموجود وهو الذي يحتكر الامن والسلاح في ليبيا. لان فكره عدم احتكار الجيوش الوطنيه او الجيش الوطني للامن والسلاح، انت كده بتتكلم عن دوله فوضويه، دوله تعبث فيها كافه الميليشيات وكافه القوات المرتزقه التي يعني لا يهمها في النهايه الا مصالحها الخاصه او اجندتها التي جلبت من اجلها. وبالتالي مصر دائما تدعم هذا الحل وهذا المسار، فكره توحيد المؤسسه العسكريه الوطنيه الليبيه، وده مصر لها دور كبير جدا. واحنا هنشوف ان شاء الله خلال الاسبوع المقبل اجتماع مهم جدا للجنه 5+5
في فكره كخطوه اولى للاتفاق او اللي حصل عندنا هنا في القاهره من خلال اجتماع مهم جدا تم برعايه القاهره بين مجلس النواب الليبي وبين مجلس الاعلى او مجلس الدوله الاعلى الليبي، واللي هو يعني افرز او اخرج عده مخرجات مهمه جدا، اهمها توحيد المؤسسه العسكريه، اهمها حل الميليشيات، اهمها الاتفاق على وثيقه دستوريه تمهيدا لاجراء الانتخابات البرلمانيه، وصولا يا فندم الى انهاء هذه التعقيدات وهذه الخلافات الى وجود حل ليبي يدعم المسار السياسي. فعلا. هل التوقعات تشير الى تحقيق انجازات او تقدم في هذا الملف؟ والله خلينا نتكلم ان بوادر الامل كثيره جدا ومتعدده. فكره ان يحدث نوع من انواع التقارب والتفاهم حول وجود وثيقه دستوريه موحده ويعني تنحيه كافه الخلافات او كافه بنود الخلافات جانبا الى فيما بعد، ده امر مبشر جدا ان احنا امام ان شاء الله بادره امل ان الاشقاء في ليبيا يتفقوا ويعلوا من المصلحه العليا لدولتهم، وبالتالي نصل ان شاء الله الى حل سياسي. دي من ناحيه، ومن ناحيه ثانيه اريد ان يعني اذكر لحضرتك انه حاليا موجود في ليبيا مدير الاستخبارات الامريكيه وده مسؤول رفيع المستوى، ووجود طبعا المبعوث الاممي للامم المتحده، والكل يدعم وجود مسار او حل للازمه الليبيه في اطار من الحل الليبي واعلاء فكره المسار السياسي للوصول الى حل يرضي كافه الاطراف في الدوله الليبيه. ان شاء الله خير. بشكر حضرتك الاستاذ احمد التايب مدير تحرير اليوم السابع، شكرا جزيلا. العالم كله سلوكه اتغير في السنوات الاخيره بسبب ازمه كورونا. بقينا نشوف الاهتمام بالارشادات الطبيه اكتر، الوعي، ابتدينا نتكلم عن عادات يوميه كانت عاديه جدا للمواطن، بقينا نقول لا خلي بالك دي خطر، يكفيني منك المصافحه. وفي وقت من الاوقات كنا بنتكلم وبنقول ان العناق هو نوع من انواع الانتحار، وكنا بنحذر دايما ان لازم يكون في تباعد جسدي. الافراط في المضادات الحيويه بيظهر سلالات بكتيريه تقاومها، وده اللي اكدته اللجنه العليا لمكافحه كورونا بوزاره الصحه والسكان، ان الاستخدام الامن للمضادات الحيويه ضروره حتميه للقضاء على مقاومه البكتيريا للمضادات الحيويه. أضافت اللجنة أن الاستراتيجية الوطنية لترشيد استخدام المضادات الحيوية